ده الانمي بتاعنا بيبو اللي بيكون راجع من المدرسه حزين بسبب تنمر زمايله عليه، وفوق كل دوت وهو ماشي بيجي له شله متنمرين. ابو له ايه الريحه المعفنه اللي طالعه منك ديت، وبينزلوا فيه ضرب حرفيا مش رحمين. هو يعني مش قادر يدافع عن نفسه تماما لحد ما واحد فيهم بيجيب سيره امه. ايوه شكله هيعملها، ولكن يا صديقي الخوف يتملكه وبيكملوا ضرب فيه لحد ما فجاه بيظهر شخص بيدافع عن ابو، ولكن هم بيقولوا له ما تتدخلش والا هنزعلك، وفعلا بيهجموا عليه. ولكن دوت بيتجنب كل هجماته، وفوق كل دوت بيقطع الزراير بتاعه القمصان بتاعته. كلهم مصدومين عملتها ازاي دي طيب، وبيخافوا وبيجروا. لسه ابو هيشكره بيغمى عليه وبيصحى بيلاقي نفسه في نادي الملاكمه. بيقول الشخص اللي انقذه بيزعله بيقول له انت ازاي تخليهم ان هم يشتموا امك، وابو ما بيكونش عنده اي اجابه وبياخد بعضه وبيمشي. ولكن الشخص اللي انقذه ده صديقي بالمناسبه بيكون اسمه تاكامورا، بينادي عليه وبيلزق صوره على الشخص اللي هو تنمر عليه وبيقول له اضربه، وقال له تخيل ان كيس الملاكمه دوت هو الشخص اللي تنمر عليك واللي غلط في امك. وفعلا ابو بيضربه، ولكن ده صديقي مخستع كبير جدا بيستهزأ بيه تاكامورا وبيديله واحده في الانترافانتس، وبعدها بيشرح له ازاي يقف صح عشان يزود قوه تسديدته. وفعلا ابو بينفذ تعليماته، البوكس يا صديقي حرفيا بيطير كيس الملاكمه وسط صدمه كل اللي موجودين حرفيا، وايد ابو بتكون اتدمرت حرفيا من قوه الهجوم. تاكامورا بعدها بياخده علشان يعالج ايده وبيبدا يكلمه يا ابني ازاي لكمتك بالقوه ديت وسبت شله المتنمرين دول يضربوك، وفوق كل دوت تجيبه في سيره امك، انت اقوى منهم بكتير، انت لازم تلعب بوكس ولا عايز تفضل كده. وبيديله شرايط عن الملاكمه، ولما تخلص تبقى ترجعها لي. بيرجع بعدها ابو للبيت وبيسلم على امه وبيروح يوصل الزباين، وبيفتكر كلام تاكامورا لو انت كنت قوي بجد ما كنت سمحت لهم ان هم يغلطوا في امك. وبيرجع للبيت ايوه هيشوف الفيديوهات وبيبدا يتفرج، بيكون خايف جسمه عمال يرتعش، ايه دوت ازاي بيستحملوا كل العنف دوت. بس بعدها بيقرر ان هو يبقى زي الناس دي، لازم ابقى قوي بس ازاي، لحد ما بيقابل تاكامورا. ابو بيقول له انا عايزك تعلمني البوكس يا معلم، وهو بيقول له حبيبي البوكس دوت مش بتاع عيال صغيره، انت حرفيا هتعاني، مش عشان شفتني انا قوي يبقى هتبقى زيي، لازم من الاول تفكر انت فعلا عايز تبقى ملاكم ولا لا. بيقول له ابو ايوه انا فكرت كويس، ايوه انا عايز اكون ملاكم ومش اي ملاكم، انا عايز ابقى اقوى ملاكم في العالم. بيقول له تمام انا هختبرك، وبيروح للشجره ديت وبيخبط رجله فيها وبينزل منها ورق الشجر، وفي ثواني يا صديق حرفيا بيمسكهم كلهم. ده تمرينك النهارده يا ابو، انت لازم تمسك 10 ورقات على الاقل، وده اول اختبار ليك في الملاكمه يا ابو، لا تنجح لا تشيل فكره انك تكون ملاكم دي من دماغك، معاك اسبوع واحد بس. بينصدم اسبوع واحد. تاكامورا بيقول له على فكره انا عملتها من اول مره، وبيسيبه وبيكمل تمرين. بعدها بيفكر بيقول التحدي اللي انا اديته لابو ده اكيد صعب، بس الواد شخصيته ضعيفه جدا وانا لازم اخليه ان هو يشيل فكره ان هو يكون ملاكم دي بمزاجه. بس ابو كل يوم بيحاول يقول انا لا ساصبح افضل ملاكم على مر التاريخ، لن استسلم ابدا. بتمر الايام وهو كل اللي بيفكر فيه التحدي، انا هثبت ليه اللي انا بجد لازم اتعلم الملاكمه. وفي الاخر بيقول انا هستسلم، التحدي صعب جدا. بس بعدها بيستوعب ان مش القوه هي المفتاح، لا هي السرعه، وساعتها بيحاول ان هو يعملها وفعلا بيقدر يعملها. ايوه كده يا معلم ابو. وبعدها بيقعد يستنى تاكامورا، اول لما بيجي بياخده عشان يوريه ازاي عملها، وفعلا بيخبط الشجره برجله وبيكون منهك جدا، بس في الاخر بيقدر ان هو يمسكه وسط صدمه تاكامورا. ازاي ده لسه مبتدئ، ده ازاي كده، ده مش ممكن تماما، يلا يا ابو اضرب ايدي. وفعلا ابو بيفضل يضرب في ايده لحد ما ايد تاكامورا بتورم يا صديقي، فبيضربه في الاخر. وبعدها ابو بيروح للبيت بيكمل تمرينه وبيقول انا مش هستسلم ابدا. وبنروح لرئيس النادي اللي بيتدرب فيه تاكامورا، اللي حلمه يا صديقي ان هو يدرب شخص يوصله للنهايه في البطوله للملاكمه، شخص عنده قبضه تقيله قبضه مدمره. وهنا بيجي تاكامورا وابو اللي بيعرف عن نفسه بطريقه عبيطه جدا، كل مستغرب بيعمل ايه دوت هنا، وخصوصا رئيس النادي اللي بيجي لتاكامورا انت جايب الواد المخستع ده هنا يعمل ايه، وانا مستحيل ادرب عيل توتو زي دوت، بص على ايده انت مش شايفها عامله ازاي. بيقول له تاكامورا انا كنت زيك فعلا، بس ابو قدر ان هو يبهرني مع الزنه صديقي. فعلا بيقرر ان هو يختبروه في الاخر. بيروح تاكامورا يلبس ابو وبيبدا الاختبار. الكل شايف ان ابو مستحيل ان هو ينجح في الاختبار ده. قبل ما يبدا الاختبار بنشوف واحد اسمه مياتا، وهو الوحيد اللي في المكان في نفس سن ابو، بس اكيد اقوى منه بمراحل. بيطلع الحال ايوه هو مياتا المدرب اللي هيديله التعليمات، اللي هيقع في الجوله الواحده 3 مرات هو اللي خسر، والمباراه من 4 جولات. بيبدا المباراه حضور مياتا، ارعب ابو حرفيا خاف منه، وهو اصلا مش مهتم بابو تماما، معتبره ان هو كيس ملاكمه. تاكامورا بيشجعه فعلا، بيروح يهجم على مياتا، لكن ده صديقي بيتجنب كل هجماته بكل سهوله. تاكامورا بيزعق في ايه يا ابني اللي انت بتنيله دوت، حافظ على الدفاع بتاعك. ما بيكملش كلمه الا ان ابو بيدافع عن وشه، الا ان مياتا مش بيديله فرصه وبيهجم عليه وبيديله بوكس حرفيا سفلي سريع طلقه. ابو لسه يستوعب بيلاقي التاني على طول في وشه، ابو بيقع على الارض. ايوه هي دي الملاكمه. تاكامورا بيقول له ايه يا ابني يلا قوم يا حبيبي، بس ابو مش عارف هو ايه اللي بيحصل اصلا. انا مره واحده لقيت نفسي على الارض بعد ما ضربني مياتا، انا اللي كسبت، بس فجاه ايوه بطلنا بيقوم، انا مش هستسلم ابدا. وخصوصا مياتا ايه ده انت ليه بتعافر كده. تاكامورا بيشجعه وبيديله شويه تعليمات. بتبدا المباراه مياتا حرفيا يا صديقي مش رحمه تماما، مش عارف يعمل اي حاجه تماما ضده غير ان هو يستحمل الضرب. طب خد دي ضربه قويه جدا في بطنه. ابو من الالم بيمسك معدته، وهنا يا صديقي مياتا بيلفه بالتانيه على طول في وشه، يعني عليه. تاكامورا بيزعق فيه بيقول له يا ابني دافع دافع. ابو شكله كده صديقي يغمى عليه، ولكن تاكامورا هنا بيقول له يلا حبيبي قوم، انت مش قلت انك عايز تبقى ملاكم عشان تدافع عن نفسك وامك ولا ايه، يلا قوم. كلامه فعلا بيأثر في ابو، وفعلا بيقوم وسط صدمه الرئيس بتاع المكان.
مش مستوعب ايه اللي عندي دوت. وميتا هو كمان مصدوم بيستكمل المباراه. ميتا قرر خلاص ان هو يخلص عليه، بيديله واحده في دقنه يا صديقي. خلاص ابو انتهى، خلاص هيقع، بس ده يبقى صديقي مستحيل، وده برضه اللي بيصدم كل اللي موجودين. ميتا ينفجر من الغضب، بيندفع عليه ولسه هيضربه الا ان الجرس بيرن. بيشجعه تاكامورا، ازاي يا وحش استحملت الضرب ده كله؟ ده انت اتفشخت من ميتا وفوق كل دوت ما خسرتش. ابو بيقول له ما اعرفش، كل اللي انا بفكر فيه ان انا ما استسلمش. تاكامورا بيستغرب وبيقول له خلاص اجهز يا معلم علشان التحدي الحقيقي هيبدا. ابو انت اللي هتضربه دلوقتي، دورك جاي للهجوم. بيشرح له الخطه. ايوه ازنقه في الركنه واديله بضربه خفيفه. شفت المره اللي فاتت لما انا حطيت صوره المتنمر في كيس الملاكمه؟ اعمل زيها. بيدخل الحلبه، بس المره دي يا صديقي مش زي المره اللي فاتت، كان ملاكم حقيقي. بتبدا المباراه. ميتا حرفيا مرعوب من ابو، خطواته سريعه وقويه جدا، وورا وابل من الضربات لحد ما بيزنق ميتا. خلاص شكل المباراه انتهت، الا ان بطلنا يا صديقي بيضرب الهواء وبيقع على الارض. يا اخي كسفتنا. بيروح له تاكامورا، يا خنزير اللكمه اللي انت عملتها دي من شويه، وفين اللكمه اللي انا علمتها لك اول يوم جيت هنا؟ ابو بيفكر وبيقوم، خلاص انا هضربك يا ميتا، اللي بيتجنب كل ضرباته بكل سهوله حرفيا لحد ما ابو بيتعب. ايوه هي دي فرصتك يا ميتا. هو تعبان دلوقتي لكن ده صديق خرتيت مستمر بوابل من الضربات. الان يا ابو هي دي لكمتك. وفعلا ابو بيهجم على ميتا وبيثبت له دراعه. لقد حسم الامر، الفوز لابو. بس على اخر لحظه ميتا بيتجنب الهجوم، ولسه القضيه لابو الا ان الجرس بيرن. لقد اشتعل النزال، كل واحد بيروح ياخد التعليمات. تاكامورا بيحلل ايه اللي حصل لابو، ان ابو قدر ان هو يسيب ميتا بلكمه خاطفه. كانت تبقى فضيحه لميتا على فكره لو كانت جات. والكل بيفكر، اللي بيفكر في تاكامورا واللي بيفكر في ميتا واللي بيفكر في ابو، الا ان ميتا بيقول لا، الملاكمه مش بس للاقوى، البوكس معتمد على التوقيت المثالي والسرعه ومش قوه الشخص اللي بيلعب قدامك خالص. بتبدا المباراه، ابو بيهجم عليه بس المره دي اقوى واسرع من المره اللي فاتت. الكل مصدوم، ايه ده، هو الواد ده فعلا مبتدئ ولا ايه؟ الا ان تاكامورا قلقان من حركات ميتا لان حركاته لغايه دلوقتي هاديه زياده عن اللزوم. ميتا بيتفادى هجمات ابو وبيديله واحده في دقنه يا صديقي. من قوه ضربه ابو بيقع على الارض مش قادر يتحرك. ايه ده، هو انا جيت هنا ازاي؟ ليه ابو مش قادر يتحرك؟ ايه اللي جاب عند الرئيس؟ لما حد بيضرب في الدقن الاعصاب بتتخدر لفتره، فعشان كده ابو واقع على الارض ومش قادر يتحرك. ابو بيحاول يقوم بس يا صديقي كله قال خلاص مش هتقدر تقوم. الا ده يا صديقي بيصدم كل اللي موجودين. المجنون بيضرب رجله علشان يقوم، كل مصدوم ازاي ده؟ حتى ميتا هيتجنن، ايه الواد المجنون دوت؟ بس ميتا بيديله واحده بيقع، بس ده برضه بيقوم تاني. تاكامورا بيقول له دي اخر مره يا ابو، لازم تهزم. وبيكملوا، يا ترى مين اللي هيفوز، ابو ولا ميتا؟ بيستمر النزال، لكمه من ابو على 2 من ميتا. ابو رافض الاستسلام وميتا كرمته على المحك. الرئيس مصدوم من قوه تحمل ابو المذهله وقوه لكمته. ميتا بينفجر عليه وبينزل عليه بالضربات. اسكت اسكت، اوعى بقى، مش عارف يعمل ايه مع الوحش دوت، خرتيت يا صديقي. نزل فيه ضرب يمين شمال مش رحمه، بيديله الثالثه ضربه جامده يا صديقي. انتهى النزال، ولكن يا صديقي انت فاكر ان النزال هينتهي وقولها معاه يا صديقي؟ لا والله لسه مكمل. ميتا في اللحظه دي خلاص هيتجنن، مش فاهم المجنون ده كل ما يقع يوم ليه تاني. الا انه جنون العظمه يا ساده، كيف لي انا اخسر امام شخص مبتدئ؟ بيديله بوكس ثلاثي اسطوره، بس ده خرتيت ما بيحسش، مش هستسلم ابدا. بيقوم علشان يضربه، الا ان ميتا بيديله القضيه. تاكامورا قاعد بيحلل الموضوع بيقول للعجوز شفت، مش قلت لك ان ابو عنده موهبه واصرار؟ الرئيس بيقول له انت معاك حق، قول له يجي من بكره. لا كل يوم يا كبير، لو عايز يبدا دلوقتي يلا، انا اللي هضربه مش امتى، انا هخليه من افضل الملاكمين. بنروح لميتا اللي ايده يا صديق حرفيا مفشوخه من قوه لكمه ابو، وهو مستغرب انا ازاي هزمته. ايه ده، امال لما ابقى محترف انا هعمل ايه؟ وبعد كده بيصحوا ابو، كله بيحييه. ايه ده، انت اجبرت ميتا على استخدام قبضته القضيه. بيبداوا ان هم يعترفوا بيه وبيحيوا وبيعرفوا عن نفسهم كمان. انا كيموري وانا وكي، لو انت عايز حد يعلمك اللكمه السريعه احنا موجودين. بيجي له تاكامورا بيقول له مبروك يا معلم انت نجحت. ساعتها بيعيط وبيشكرهم وبيروح ينام. امه بتكون فرحانه بيه جدا. تاني يوم بنشوف ابو وهو بيجري وفرحان يا صديقي عشان يتدرب. بيفكر يعمل ايه من غير ما يحس يا صديقي ضرب الحاجه اللي مع الراجل دوت من كتر التوتر يعني. بيعتذر له وبيكمل طريقه وبيوصل للنادي. بيدخلوا لسه مساعد المدير هيشرح لهم، الا الاثنين دول بيدخلوا عليه سيبوا لنا احنا اللي هنعلمه يا حبيبي كل حاجه. المدير بيجري وراهم، ايه ده استنوا انا هنا المسؤول، انا اللي هدرب ابو، لحد ما بيوصل تاكامورا وبيمسكه يفشخهم حرفيا يا صديقي. وهم ما بيسكتوش لحد ما بيظهر الرئيس شكله كده يا صديقي مسيطر اخر سيطرنا. بصه واحده منه رعبت الكل، بيهزاهم وبيقول لهم انا اللي هدرب ابو من النهارده، يلا حبيبي روح غير هدومك. وفعلا بيغير هدوم وبيبدا التدريب. الشله المتخلفه بتراقب التدريب وبيبدا ان هو يعلمه ضربه يمين ضربه شمال ضربه يمين، وابو بيبدا ان هو ينفذ التعليمات بالحرف الواحد. الا ان المدرب بيلاحظ قوه لكمات ابو الغير عاديه. تاكامورا بيلاحظ ان التدريب دوت لا المدرب محترف، وهو بيعلم ابو ازاي يخلص اي مباراه بلكمه واحده. بيستمر التدريب اكتر من ساعه. المدرب بيقول له ارتاح يا حبيبي دلوقتي، وابو حرفيا مش قادر يتحرك. وبيستكملوا التدريب ضربه يمين ضربه شمال ضربه شمال. الكل مصدوم من لكمه ابو العاليه. وهنا بيوصل ميتا بينصدم، هو ايه اللي بيعمله هنا؟ بيطنشوا بس المدرب هيسيبه. بيشعل نار الحماس ما بين الطرفين، وبقول له ابو لو ميتا كان هنا وخد بوكس واحد منك خلاص مش هيقدر يقوم ولا هيعمل اي حاجه تانية. بس ابو بيقول له ميتا بيقدر ان هو يتجنب كل
هجماتي. انا لسه بدري عليا، لكن المدرب مستفز بيعلي صوته بيقول له ايه 3 شهور هتبقى احسن منه. ابو مصدوم بيقول لي دوت. ابو بيبص وراه بيلاقي ايوه مينة بحلق له، بس بيسيبه وبيمشي. المدرب بيقول له ابو قبضتك هتقدر تهزم بيها اي حد، انت عندك قوه لكمات تقدر تضرب بيها لوقت طويل. بيتحول عليه وبيقول له انا مش عايز شخصيتك النيه دي، انا هنا عايزك وحش تخلص على خصومك بضربه واحده. بيعلي صوته تاني ابو انت تقدر تهزم ميتا مش كده؟ فبيقول له اه اكيد. ميتا بيبص له فبطلنا بيعتزل له. المدرب هيتشل. بيعلمه اللكمه العلويه دي بتسبب شلل مؤقت للجسم، انا هدربك عليها بكره. تاني يوم بنشوف ابو هو بيتدرب على نط الحبل، وبنشوف ميتا بيتوتر فبيقع على وشه. المدرب بينادي عليه وبيعلمه الوضعيه لتنفيذ اللكمه العلويه. الكل بيبص له حتى ميتا. المدرب هيعلمه اللكمه ديت هتكون سلاحك يا ابو. فعلا بيبدا ينفذها كله مصدوم من قوه الحركه. المدرب بيقول له هو هينفجر من الحماس. اللكمه ديت هكون علمتها لك، انت امل اليابان، مش قادر استنى القتال اللي هيجي ما بينك وما بين ميتا. وحتى تاكامورا بيقول الاثنين اللي مع ابو في كام شهر كده هيبقى احسن منكم كلكم. وتاني يوم بقى ابو هيتدرب على اللكمه الظله، وبيسيبه بيمشي وبيروح يسال ياماجي اللي بيقوله دوت. انت بتتخيل حد في دماغك وبتبادر بالقتال معاه، بس هي دي الملاكمه المظلمه. بيجي ثاني يوم وبيقول له لا انت غلطان، هي بتبقى كده، وبيمسكوا في بعض. ابو بيسيبهم ويمشي، واخيرا يستوعب شكل العدو اللي ممكن يتخيله. ايوه اللي هو ميتا، اللي حتى في خياله بيعلم عليه. بنشوفه من بره الحلبه بينبهر من سرعته وبيحس بالياس، وبعدها بيروح بس مش عارف ينام. امه بتنادي عليه وبتقول له كنت عايز ارمي الورق اللي انت جمعته. لما تاكامورا علمه اول تمرين ليه بيقول لها ايوه انا مش عايزه ومش هستسلم. تاني يوم بيكون رجع لحالته الطبيعيه، بيتمرن على نط الحبل ويبص على ميتا علشان يتخيله تاني. بيبدا بحركات رجله. في الوقت ده تاكامورا بيدخل على ابو. انت رايح فين؟ سايب الواد ده كده ليه؟ دي كانت كلمات المدرب. ابو طول ما انت بتتدرب مركز مع ميتا. ايوه صح، انت عايز تهزمه في خلال 3 اشهر. حتى في المدرسه صديقي بيجري كل وقته في التدريب، عمال يجري وهو رايح وهو جاي. ده انت جبار، بس برضه في خياله مش قادر ان هو يهزم ميتا. امال لما تواجهه هيعمل فيك ايه يا معلم؟ بيرجع لنادي المدرب منبهر من سرعه تطور ابو، بس طبعا لازم يعبط. وهنا بطلنا يا صديقي المخستة. بيبص وبينصدم من كتره ميتا على تجنب الهجمات، وان هو بيقدر يخلص على خصمه في اقل من دقيقه. بيكمل تدريب لكن بيحس بحاجه كده، في حاجه غلط. بيسال تاكامورا انا حاسس ان انا بعمل حاجه غلط، الا ان ميتا صديقه والاثنين اللي معاه دول بيضحكوا عليه وبيسيبوه وبيمشي. بيروح يسال المدرب وانا المفروض اعمل ايه عشان اواجه سرعه ميتا ديت. بيطلع الحبل وبيرقص عليه بشكل غريب وبيقول له راقبني. يفهم ابو مش هيقدر ان هو يهاجمني الا لو اتحرك كده، مش كده؟ بيقول له ايوه بالظبط كده. بيكمل تدريبه المحتال. المدرب عايز يرتاح، ابو بيروح يقعد جنبه، وفي راجل جنبهم اللي بنتفاجئ ان هو ميتا، وبيروح وبيتمنى ان ابوه يكون لسه عايش. اليوم الرابع للتدريب الجري. لازم ان ابو تزود لياقتك البدنيه، بعدها تدريب اللكمه، بعدها كيس الملاكمه. ايوه ميتا برضه بيشكر في تقدير ابو، وبقول لك اخورو ده اسم المدرب ان في واحد يتحفز وشكله كده بيتدرب زياده عن اللزوم الفتره الاخيره، بس ابو بيتطور بسرعه خرافيه وده اللي هيشيل كل اللي موجودين. المهم بيكمل تدريب يمين شمال. يلا يا معلم ابو. بينتهي التدريب ابو حرفيا منهار من التعب. بعدها ابو بيروح علشان يشتري كوتش للملاكمه، بس البياع صديقي بيكون عايز ينصب عليه عشان غلبان. بس مين بيكون هناك؟ ميتا اللي بيزعل البائع وبيختار لابو كوتش. ابو لسه يشكر ان هو باللي اختفى. ايه دوت؟ بيطلع وراه وبيفضل يلف وراه وبيلف وراه لحد ما ميتا بيرضى ان هو يقعد معاه. الخنزير بتاعنا بيقول له على فكره انا بحسدك، على فكره انت عندك اب وانا لا. بيقول له ميتا بس انا ابويا صارم قوي في التدريب. ابو هنا بقى يا صديقي بينزل عليه بالاسئله. انت من امتى بتلعب الملاكمه؟ ايه النصيحه اللي تقدر تديها لي؟ انا هوصل للبطوله ولا لا؟ ايه رايك؟ انا لعيب جامد ولا لا؟ انا بتمرن صح ولا غلط؟ انت وابوك وامك انت فين؟ انت منين؟ وميتا هنا بيبدا ان هو يتكلم عن ابوه وان هو كان اسطوره مسطره لحد ما وصل لنهايه البطوله، لانه خسر ودقنه كمان اتكسرت. وابويا كان هيقدر يكمل بس يس قوي عشان ما كانش عنده قوه تدميريه. ومن اللحظه ديت انا بحاول احقق حلمي وحلم ابويا، وانا هثبت ليه ان هو غلطان. انا لازم افضل ملاكم مهما حصل ومهما يكون خصمي، انا مش هخسر قدامه ابدا. وابو بيكون مذهول وتقريبا كده يا صديقي المغرب اذن روح افطر. ابو انت من نوع الملاكمين اللي بيعتمدوا على القوه الغشيمه، وانا مستنيك وههزمك من اول جوله. ابو اتحمس وبيروح للمدرب وبيقول له انا عايز اواجه اي خصم في الحلبه، كفايه تدريب اساسي، انا مش عايز اخسر قدام المدرب. بيقول له بقى كده استحمل بقى يا معلم اللي هيجي لك، التدريب معاه هيكون وحش، هيوجعك، ده انت هتتمنى الموت ومش هتلاقيه اصلا. وابو بيقول له ايوه هو ده المطلوب. وفعلا بيبداوا التدريب. اول تدريب هو الجري، التدريب الثاني هو عكس الجاذبيه، التدريب الثالث اللكمات السريعه، التدريب اللياقه. وعشان الكابتن صديقي مش لاحق يقعد عليها فبيقعد فوقيه. ابو مستحمل، العجوز بيدوس عليه اكتر. بتعدي الايام وابو كل دوت بيكون مستحمل لحد ما بيكون ماشي مع تاكامورا، وبقول في نفسه انا حاسس على الحال دوت انا هودع يا كبير. وتاكامورا في الاخر بيعزمه على الاكل وبيقول له على فكره انا اخش البطوله عشان كده لازم ياخد باله من الكل. وهو ماشي بيشوف ميناتا لحد دلوقتي يا صديقي عمال يتدرب، بتشتغل في نار الحماس. وتاني يوم بنشوفه وهو بيسابق المدرب، بيسابقه في كل التدريبات. النشاط دوت يلا، حتى ان المدرب دخل معاه في تمارين التحمل، حبل، لكمات، كله يا صديقي. ابو
قضيها تمارين حرفيا مش راحم نفسه نهائي. بيخلص تدريب المدرب بيخش الحمام وايده عماله ترتعش واتصاب من قوه لكمات ابو القويه. وبنعرف انه لحد لغايه دلوقتي 3 اشهر. الاثنين دلوقتي صديقي مستعدين للقاء. ابو بيكون بيتدرب على اللكمه الظله وواضح التطور اللي هو وصله. لاول مره في الانمي ابو بيقدر ان هو يهزم ميناتا في خياله. تاني يوم بنشوف ابو متحمس للمباراه ما بينهم. بيسال امي هو انا اتغيرت عن ال3 اشهر اللي انا كنت عليها قبل كده؟ المهم امه بتديله مثل غبي بتقول له ايوه. بينطلق لنادي وهو ماشي كده صديقي بيشوف مزه بينخرفط عليها بس في الاخر بيلبس في العمود. ما تبصش بعيد يا صديقي. بنشوف في النادي بقى الصحفي دوت صديقي اللي عايز يعمل مقابله مع ميتا. وانا بيدخل عليهم المجنون تاكامورا هو اللي هيكون حكم المباراه. وعندي ابو بقى اللي عمال يلف ايده يا صديقي بشرايط بقى ما هيلاعب جبار. الصحفي بيخش الاوضه اللي هيتلعب فيها المباراه وبيشوف ابو ولكن بيتجاهله وبيفضل مركز مع ميناتا. تاكامورا بيشرح القواعد وابو بيكون متوتر الا ان المدرب بيخش عليه بيقول له ما تقلقش اعمل اللي انا علمته لك في ال3 اشهر اللي اتدربت فيهم. تاكامورا بيعلن بدايه المباراه. ابو على طول بيهجم على ميناتا ومش عايز يديله اي فرصه ان هو يتحرك عشان ما يعرفش ان هو يتجنب هجماته. المدهش لونة ميناتا مرعبه. ابو مش قادر ان هو يتبعه تماما بس ده الاسطوره يا صديقي ابو اللي في الاخر بيقدر ان هو يتابعه. لا وكمان بيقدر ان هو يلحقه. الصحفي مصدوم الواد دوت ارغم ميناتا على الحركه السريعه ازاي ده. واخيرا ميناتا قرر ان هو يهجم على ابو وتجنب الهجوم اللي ابو لسه يضربه ولسه يضرب ابو الا ابو بيقدر ان هو يتجنبها. لا وكمان قدر ان هو يضربه. ايه ده الكل مصدوم. قدر ان هو يوقع ميناتا على الارض كمان. ده انت جبار يا جدع. حتى هو مصدوم. تاكامورا بيبدا ان هو يعد على ميناتا الا ان هو بيقوم مشخصر قدام واحد لسه متعلم الملاكمه من 3 اشهر. بتستكمل المباراه. ميناتا بيرد الضربه لابو. ابو واقع على الارض مش قادر ان هو يتحرك تماما. 1 2 3 4 5 6 7 8 وعلى اخر عدى ابو بيقوم. الكل مصدوم. ابو بيقول انا مش هخلي تدريبي يروح حبايا منصوره. بتستكمل المباراه لكمه من ابو على لكمه من ميناتا الا ان اليد العلوه لابو وقدر ان هو كمان يخلي ميناتا في وضع الدفاع. لا انا ارحمك يا ميناتا سافوز عليك. وبيقول الكلمات ديت وهو عمال يضرب فيه. ده انت جبار. ميناتا هيتجنن. وفي الاخر بيتجنب الهجوم وبيهجم على ابو. ايوه انها القضيه بس على مين؟ ده ابو اللي بيحرك جسمه على اخر لحظه وبيمتص لكمه ميناتا بدماغه. ايه الجمدان دوت. وفوق كل دوت بيضرب ميناتا بالبوكس في نص دماغه بيطيره حرفيا. الاجواء متوتره. ابو فاز ولا ميناتا هيقدر ان هو يكمل. العد وصل ل9 بس على مين؟ ده ميناتا اللي بيقوم مش هخسر يا راجل يا رجوله. بتستمر المباراه. ابو على طول بيهجم على ميناتا والكل يا صديقي متحمس للمباراه اللي محدش عارف مين فيها اللي هيفوز. ابو بيهجم بهجمه سفليه على ميناتا اللي على اخر لحظه بيقدر ان هو يتجنبها وبيدي واحده لابو بيرزعه على الارض. ويبدو ان العمل الشاق تفوق على الموهبه يا صديقي. الكل مصدوم من مهارات ميناتا. ازاي كده تصدى اللكمه وفي نفس الوقت بيضرب لكمات ورد فعله مرعب. ده ازاي كده. ابو دخل في غيبوبه من قوه اللكمه. تاكامورا بيبدا بالعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وعلى اخر لحظه بيقوم. ايوه يا رجوله. وهنا بتكون الجوله الاولى خلصت. الكل مصدوم. المباراه ديت محدش كان متوقع العظمه ديت يا صديقي. ملاكم عنده قبضه فولاذيه والملاكم الثاني عنده سرعه خرافيه. وابو بيكون مغمى عليه والمدرب بيحاول ان هو يفوقه. الو الجرس خلاص يا حبيبي. وابو يا صديقي كان هيخسر وميناتا بيتواعد بصحك ابو. ايه ده حرفيا هتكون مدعكه من عالم تاني. وابو على الناحيه الثانيه بيكون مصدوم. ميناتا قدر ان هو يتجنب كل هجماتي. ده ازاي ده. ولكن انا سعيد اللي انا قدرت ان انا اواجهه واديله لكمتين والكل بيحلل الموضوع. لازم المباراه دي تنتهي بلكمه قضيه. بتستكمل المباراه. الاثنين بينقضوا على بعض. ابو بيضرب فيه بس على غير المعتاد. ميناتا بيغير الاسلوب بتاعه حتى الكل مستغرب ليه بيغير اسلوبه. وابو لسه هيهجم عليه تاني الا ان ميناتا بيمسكه تاني وكل شويه بيمسكه لحد ما بتنتهي الجوله التدريبيه. وبيقول ميناتا ان هو كان عايز يرتاح وفي الجوله الجايه بقى يا صديقي بيحاول ان هو يخلص عليه وقرر ان هو يسيب ابو في رجله ويخلص عليه. بعدها بتبدا الجوله الثالثه وعلى طول ميناتا بيتجنب هجوم ابو وبيديله اللكمه على طول وبعدها لكمه جانبيه ورا على طول واحده في بطنه وواحده في جنبه ونزل فيه فشخ حرفيا مش عاتقه. وابو مرعب بيجمع كل اللجمات لحد يا صديقي ما بيخلي جسمه مش قادر ان هو يتحرك. وابو بيحاول ان هو يسيطر على المباراه الا ان ميناتا مش مديله اي فرصه. وفي الاخر ابو رجله بتقف وميناتا بيستغل الفرصه دي وبينقض على ابو بلكمات متتاليه في نص دماغه حرفيا مش رحمه لحد ما بيوقع الطربوش اللي ببقه. ويبدو ان هذه هي النهايه. وابو مش عايز يستسلم وفوق كل دوت واقع على الارض وشكله كده يا صديقي اغمى عليه بس على طول بيقوم تاني. لن اهزم يا ميناتا. هذه كلماته. ولسه ميناتا هيكمل عليه الا الجرس بيرن. حماس كل اللي موجودين وبيشجعوه دلوقتي هيخشوا على الجوله الاخيره والصحفي بيكون واقف متاكد ان ميناتا هو اللي هيكسب. او بنشوف ابو ميناتا ايه يا ابني اللي مخليك مكمل ده كله. بيقول له حتى انا مش عارف. كل لكمه بالكمها له بحس ان هي شرفي وانا مش هسمح ان هو يضربني واحده تانية. خلاص المباراه في اخر جولتها. فابو بيقول له انت معاك حق. انت لازم تتغلب على التوتر دوت. وبروفيسور انا لازم نشكر المدير ان هو اعطى خبره كويسه جدا للولاد. ابو بيقول له ميناتا انت قدامك فرصه انك تكسب بس خد حذرك من اللكمه العلويه بالذات. بيقول له تمام. وعندي بقى ابو اللي بيكون بالعافيه قادر ان هو يتنفس
خلاص. والمدرب بيقول له انت مش عندك اي حيله تانية صح؟ انت هتستسلم؟ فبيقول له انسى. بيقول له حتى لو استمرت الجوله الاخيره انت هتخسر. فبيقول له انا كنت راضي بالبدايه واخيرا قدرت ان انا اعمل اي حاجه واكثر مما انا كنت متوقع اصلا، ولكن اول لما وصلت لهنا انا مش لازم اخسر. الواد ده خد ضربات كتيره جدا ومش عايز يستسلم. ودلوقتي هيبداوا المباراه، انا دلوقتي هفشخه. يلا وريني هتعمل ايه. حاضر. الجوله الاخيره بتبدا يلا، والكل بيشجع في ميناتا وإبو، واول ضربه بتكون من ميناتا اللي بيرجعه لورا وبيحاول يخلع منه، ولكن على مين؟ ده يا صديقي بيشرحهم حرفيا. وميناتا مصمم ان هو ينهي المباراه بلكمه واحده، وإبو بيقول في نفسه انا لازم اكون قوي، لازم استحمل حتى النهايه، ولو ميناتا وصل بالطريقه ديت خلاص هيخسر. ايوه هي دي النهايه يا إبو. ولكن على مين؟ إبو بيحرك ايده هي ديت اللكمه العلويه، ولكن الصديق على اخر لحظه بيتجنبها ويصدم كل اللي موجودين. ميناتا مصدوم، كانت سنه واحده خلاص انتهى وبيهجم عليه، ولكن هنا الصدمه هو اللي بيقع. كله مستغرب اللي خلاه على الارض، وبيتضح بقى صديقي ان اللكمه بتاعت إبو صابته، وحتى هو ما كانش متوقعها. ازاي جت فيا؟ انا هقوم، ولكن رجله بترعش مش قادر اقوم. 5 6 استنى انا هقوم، وفعلا بيقدر ان هو يقوم، ولكن بيقع تاني. 7 8 بيحاول يقوم ورجله مش مساعداه. هوبا 10. مين اللي كسب؟ ايوه هو بطلنا إبو. مستحيل، ازاي ان هو قدر يتغلب على ميناتا بضربه واحده؟ بينادى عليه ولكن ابوه بيمنعه، بيقول له على فكره كانت مباراه جامده جدا ما بينك وما بين ابني. والمدرب بينادى عليه لسه هيشجعه بالله يا صديقي. ايوه وقع على الارض، قوته خارج من المدهش اصلا ان هو استمر. وعندي ميناتا اللي بيستحمى وحرفيا مش طايق نفسه حرفيا، وإبو اللي في 7 نومه. والصحفي بيبعت صوره للمدرب بتاعه اللقطه بتاعت ميناتا وهو بيخسر، وان إبو قدر ان هو يسيبه في دقنه. والمدرب بيقول ايوه القوه التدميريه ديت، وهو بيقول له انت معاك حق يلا سلام. وحتى المدرب مش مستوعب ازاي جت فيه اصلا. الواد دوت خلاص هو كنز اليابان. وساعتها بنروح لبيت إبو اللي بيرفع ايده انا كسبت وعمال يتقلب. ابونا مش عارف انام انا شكلي هعيط ولا ايه. وتاني يوم بنشوف إبو وهو بيفكر في المباراه اللي دارت ما بينه وما بين ميناتا. على ما اظن كده ان الضربه العلويه اللي نديتها لميناتا اول لما يشوفني ينبهر انا جبار. على ما اظن كده ان هو نبقى اصدقاء صح. انا متوتر جدا. وفعلا بيوصل للنادي وكله بيتمرن كالعاده، وبعد كده هو بيتمرن بيقولوا الاثنين دول انت اللي بيخليك تتمرن؟ ده انت امبارح اتنفخت، انت لازم تستريح. انا لا انا مش عايز استريح يا ابني، انت لازم تحافظ على جسدك. صح عندك حق. وساعتها بيقول في سر عشان كده ميناتا ما جاش. وتاني يوم يا صديقي برضه بنشوفه عمال يعمل في ضغط وبيبص على الباب بيفتكر ان ميناتا هو اللي هيخرج، ولكن ده صديقي بيكون إيكي وبيساله هو فين ميناتا. فبقول له انا شفته هو كان بيتمرن. وإبو بيتمرن كده بيجي له تاكامورا بيقول له انت بتعمل ايه؟ فبقول له انا باجي هنا علشان اشوف ميناتا عشان بقالي كتير ما شفتوش. فبقول له طبعا مش هيجي لكن خسر قدامك. انت فاكر ان هو هيجي للنادي تاني؟ انا لو كنت مكانه كنت قتلت نفسي. انا راهن ان هي كانت صدمه كبيره جدا ليه. فبقول له انا كذبت عليك. بيطلع لسانه مش ينفع ان هو يقتل نفسه يا حبيبي، عشان كده ما تفكرش فيه كتير وبيضحك. وبعد كده إبو بيروح يتمرن مع المدرب. انت لازم تقرب قدامه وتضرب. يلا تاني انت بتعمل ايه؟ وبيفضل هو اللي يضرب فيه. كفايه كده يلا روح اجري. على فكره انت بذلت كسر جهدك جسمك هيوجعك وساعتها مش هتبقى لاعب محترف. يلا روح. وفعلا بيبدا ان هو يجري. يا مدرب ايه اللي خلاك تخليه يجري كده؟ قال له لا كمته ما بقتش قويه. على ما اظن كده ان هو فرح لما غلب ميناتا ودلوقتي مش عنده اي خصم في نفس سنه عشان كده مش هيبقى قوي. بعد كده بنشوف تاكامورا وهو عمال يدب صديق في المخده اللي قدامه، والمدرب بيقرر ان هو يسيب إبو لتاكامورا، وتاكامورا بيخرج من المحل وإبو على طول بيجي من هنا. المدرب بيقول له يلا حبيبي يلا وراه، وفعلا بيجري. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ بيوصل له ايه اللي خلاك تيجي هنا العجوز صح؟ يلا يا إبو اجري ورايا. وفعلا الاثنين بيجروا، ولكن صديقي تاكامورا في حته تانية، ولكن إبو مش هيسيبه. يلا يا حبيبي يلا نجري. والاثنين صديقي كميه الانشكاح، وإبو مستغرب احنا هنفضل نجري لغايه قد ايه؟ فتاكامورا بيقول له على فكره انا لو حد خد مني ضربه واحده خلاص هينتهي. وساعتها تاكامورا بيشوف إبو ان هو بيريح فعشان كده بيقف وبيجري تاني يا صديقي، هو اللي بيدربه من هنا ورايح. وإبو صديقي مفيص مش فاهم ايه دوت اللي بيخليه يستحمل التدريب ده كله. اخيرا استريحنا. بيقول له لا يلا نجري. وفعلا تاكامورا جبار، حتى لما بيقف بيفضل يضرب في الهواء. وإبو خلاص بيستوعب ان تاكامورا في مستوى بعيد عنه تماما. تاكامورا بيقول له ايه ده بطنك وجعاك ولا ايه؟ فبيقول له لا انا مستغرب ايه اللي بيخليك تضرب ده كله. فبقول له انت بتقول انك مش قادر تجري او تعمل اي تمارين. فبيقول له ايوه. وانا حاسس بحاجه غريبه كده. ميناتا اول لما بقاش موجود انا متضايق. وتاكامورا في اللحظه دي فهم ان هو جه للنادي اصلا عشان يربي اصدقاء. انت مش عايز تبقى ملاكم ولا ايه؟ انت مش عايز تحقق حلمك؟ وساعتها بيسيبه وبيمشي. وتاني يوم بنشوفهم هما الاثنين مع بعض. تاكامورا بيقول له ايه يلا بينا نمشي. يا ابني الكابل على وشك ديت انت زعلت عشان انا شتمتك امبارح ولا ايه؟ زي ما انت شايف انا جعان يلا بينا نتدرب. هو مش المفروض العكس يا صديقي ياكلوا وبعد كده يتدربوا؟ فإبو ما بيدلوش اي عقد نافع. فبيقول له خلاص تعال نروح للبيت بجد يلا بينا. واول لما بيوصل هناك زريبه يا صديقي زريبه. وتاكامورا بيقول له البيت بيتك يلا انا داخل الحمام. وإبو بيقرر ان هو ينظف له المكان. وساعتها تاكامورا بيخرج من الحمام وبيقول له يلا حبيبي كل. انت ليه بيخليك تعمل معايا كده يا تاكامورا؟ انا وانت عندنا نفس الحلم يا كبير. بيدوله هو اندومي يا صديقي وهو بياكل تفاح صحه. انا مقاتل من الطراز الاول مش انت يا كحيان. إبو بيقول له ايه اللي خلاك اصلا تبقى ملاكم؟ ايه اللي بيخليك تسالني كده؟ فضول. فبيقول له خلاص انا ما كانش عندي سبب معين ولكن كنت بحب ابلطج على الناس يعني وكده. وساعتها اتعرفت على العجوز ودخلني النادي الملاكمه. انا ما كانش عندي اي حاجه مميزه ولكن كل ما اخش مباراه كنت بكسب. ده اعظم شعور. ودي كانت اول مباراه اخشها وانا اللي كسبت. مش عارف اوصف لك الشعور بتاعي. فبقول له انا فاهم كل حاجه. بقول له بجد ايوه. وساعتها هما الاثنين بيكونوا هيناموا ولكن إبو بيلاحظوا ايوه
تاكامورا يا صديقي مش عايز ياكل، وساعتها بيقوم عشان يتمرن. ايوه ابو فهم ان هو بيعمل كل دوت عشان يقلل الميه اللي في جسمه علشان عضلاته تكون باينه اكتر، وبيكون هيفتح التلاجة ولكن ما بيرضاش وبيفضل متألم، وساعتها بيرجع لفراشه وابو بيقول انا غبي مفيش اي طريق الا ما يكون صعب. والصبح برضه بنشوفهم هما الاتنين بيتدربوا، والمدرب بيقول على ما اظن كده لازم نقول لتاكامورا ان هو يشد عليه شويه. يشد عليه يا صديقي ده هيفيص. وساعتها بيلحق بيه مبروك يا تاكامورا المباراه بتاعتك بكره صح؟ فبقول له ايوه بس انا متوتر جدا. ايه ده انت اول مره تروح الحلبه ولا ايه؟ صح وبيكون هيضربه. انا هوريك المعركه الحقيقيه ما بين المحترفين تمام. وساعتها بيوصلوا لهناك. ايه يا صديقي ده كله؟ الحكم بيبدا ان هو يتكلم المباراه النهارده من 10 جولات، وتاكامورا بيقرب كله بيشجعه. ايوه هو دوت المشهور. وفعلا بينزل الحلبه ولكن خصمه متفوق عليه، ولكن على مين ده الجبار بيديله بنيه بيرجعه لورا. لا يا صديقي ده كسب خلاص من جوله واحده. جاد دايم. وابو مصدوم ايه الجبروت دوت، لا لازم نبقى زيه. وبالليل بتشوف ابو بيتمشى وبيقابل ميناتو قدامه، وابو بيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ بيقول له انا كنت عارف اصلا ان انا كنت هلاقيك في الحلبه عشان جيت اشوفك. في حاجه انا عايز اقولها لك، انا سبت النادي. طب ليه؟ هو دوت عشان انت خسرت ضدي ولا ايه؟ فبقول له كل ده بسببك انت، ولكن انا ما سبتش الحلبه علشان سبب تافه زي كده. انا عملت كده عشان همشي من النادي اللي انت فيه وانا اروح لنادي تاني عشان اتقاتل ضدك. يلا خلينا نشوف مين اللي هيكسب. بيقول له تمام اراك بعدين، البطوله النهائيه هتبدا مستنيك. حاضر. وتاني يوم بنشوف ابو وصل عند النادي وبيقابله انت بتعمل ايه هنا؟ انا مستني تاكامورا عشان اروح الامتحان بتاع شهاده الاحتراف بتاعه الملاكمه. كان المفروض تاكامورا يجي معايا النهارده بس هو فين؟ فهو بيقول له اكيد تاكامورا يبقى كده هيتاخر، عشان كده انا اللي هساعدك. انت عارف ايه اهم حاجه في الامتحان دوت؟ فكان بيقول له اهم حاجه هو الاندفاع والتحرك بالظبط. وبيبداوا صديقي انهم يتخانقوا كالعاده، وابو بيضحك عليهم. ايوه وعلى طول بيجي تاكامورا من وراه بيقول له انت عارف امتحان الملاكمه دوت انا خلصته في قد ايه؟ في 10 ثواني بس. وصح الموضوع ده بيفكرني بنتا اللي برضه خد الشهاده. انت لو فشلت على فكره هتكون فشل كبير جدا. فالعجوز بيخرجوا من انتوا بتعملوا هنا ولا ديرما؟ وساعتها ابو وتاكامورا بيروحوا لهناك. ابو مستغرب ايه ده كله؟ على ما اظن كده كلهم اقوياء. فهو بيقول له بس عبط بص قدامك. وتاكامورا بيقول له انت بتبص فين؟ انت شكلك كده مش محتاجني صح؟ فبقول له لا. وساعتها بيخش عشان يقيموا جسده، واول لما بينزل يا صديقي من على الوزن بيلاقي الجبروت ده قدامه. ايه دوت؟ والشخص دوت نفس وزن ابو. وبنشوف تاكامورا بيقول هو دلوقتي هياخد الامتحان الورقي. على ما اظن كده ان هو ذكي هيبقى جبار. وساعتها بيوصلوا للصحفي انت بتعمل ايه هنا؟ انا جاي اشوف مين الملاكم الجبار. صح يا تاكامورا ابو عامل ايه؟ فبقول له لا تاكلك كله تحت الكنتريلا. انت شكلك كده بتدور على ابو. فبيقول له لا في مقاتل تاني انا بهتم بيه. وبنروح عند ابو ايه اللي بيقول ميناتا انجز الامتحان فانا لازم اخلصه. وبيوقع يا صديقي البتاع ديت وكله بيضحك عليه. واول لما بيخلصوا الامتحان بيتعرفوا على الشخص دوت لسه يسلم عليه بيطلع الجبار ده وبيرخم عليهم يا صديقي. واول مباراه في الامتحان بتبدا وتاكامورا واقف في كميه انشكاحه. ايه قتال الاطفال دوت؟ انا لما دخلت الاختبار خلصته بضربه واحده. الصاحب بيقول له ايه ده؟ امال هو فين ابو؟ بيقول له ايه ده بجد؟ هو ما جاش؟ وبعد كده بنروح لابو اللي في الحمام بيقول لي المدرب قال لي انت لازم تضرب كده وكده. تاكامورا بيجي له انت بتعمل ايه يا ابن العبيط بتكلم نفسك؟ فبيقول له لا انا حاسس كده ان في حاجه غريبه، ولكن تاكامورا بيشجعه بقلم على ظهره. فبقول له يلا روح اقتله. فبقول له تمام. رقم 11 و12 دلوقتي بيتقدموا على الحلبه. الحكم بيقول لي لابو اظهر الاساسيات اللي انت اتعلمتها في النادي. فبقول له تمام انا بعتمد على ايدي اليمين ايدي الشمال. الشخص اللي قبله بيستهزأ بيه انت شكلك هتموت النهارده. بيبدا الجرس الشخص ده بيهجم على ابو ولكن بيتفاداه. بيفضل يهجم ولكن برضه بيتفاداه. في ايه؟ وابو بيقول ايه ده بطيء جدا بالنسبه لميناتا وكله مستغرب ايه دوت. وطبعا تاكامورا في كميه الانشكاح. الشخص بيحاول يضربه ولكن صديقي بيتجنبها وبيديله بنيه. ايوه انها اللكمه بيطيره حرفيا والشخص دوت هينقض من ابو. كله مستغرب ايه اللكمه اللي ابو ضربها ديت؟ ده وحش. تاكامورا بيقول للصاحب مش قلت لك ان ابو جبار وحش؟ بيقول له انت معاك حق لك تفاجئني بهذه اللكمه المذهله. ودلوقتي رقم 13 و14 هيلعبوا والشخص ده بيضحك لابو ضحكه خبيثه. يلا انطلقوا. تاكامورا بيقول للصاحب هو دوت. فبيقول له شوف حركته بيتحرك ازاي. وفعلا صديقي بيهجم عليه في لمح البصر محدش مستوعب ايه دوت الا كمان دي. وفعلا صديقي بيهجم على الخصم في لمح البصر الا كمان ديت محدش مستوعب. حتى تاكامورا مستغرب ايه السرعه ديت وحرفيا مش راحم خصمه. الحكم بيحاول يوقفه ولكن صديقي بيزقه وهو عمال يضرب في عقبال لما بيوقعه. كله مستغرب من فعله ديت. وبعد ما الامتحان بيخلص ابو وتاكامورا بيكونوا ماشيين. ابو بيقول له هو بالقوه ديت ايه اللي يخليه يخش الامتحان دوت؟ فبقول له انت عايز تفهم ليه؟ انت لاحظت هو كان بيضرب ازاي؟ فبقول له كانت غريبه اسمها الارتجاجي انها حركه اهتزازيه. انت عارف اللاعب اللي اسمه احسنتي هو دوت الشخص صاحب اللكمات اللي خلته بطل ل5 سنوات على التوالي. الكنز يا صديقي هو. وساعتها الصحفي بيجي لهم ومعاه الشخص دوت بيقول له يا ابو انا عايز اعرفك بالشخص دوت. انتوا الاثنين متشابهين في الوزن والرشاقه. وبقول له يا ابو طالما انت موجود انت مثير للشفقه انت يا ابو عايز تغير تصنيفك. فبقول له انسى انا وعدت شخص ما اللي انا هقابله في البطوله اليابانيه الشرقيه وانا متاكد اصلا ممكن ما اوصلش ولكن هبذل قصارى جهدي عشان كده انا ولا هغير وزني ولا رشاقتي. ايوه. وساعتها بيسيبهم وبيمشي ابو. وتاني يوم ابو برضه بيروح على النادي وبيستلم يا صديقي ايوه الشهاده بتاعته. بيقول لهم انا ما عرفتش انام امبارح ده انا حتى خلصت المدرسه وجيت على طول. فالمدرب بيقول له ابو انت مش عشان بس دلوقتي بقيت محترف يعني
يعني انك دلوقتي هتتعجرف علينا؟ بيبص والله ما بيلاقوش. خلع يا صديقي وهو ماشي مبحلق في البتاع دي، بيخبط في نفس الشخص اللي اتنمر عليه اول مره ومعاه الباقيين. ايه يا ابو بقالنا كتير ما شفناكش، بترجع من المدرسه على البيت في ايه رايك تتسكع معانا شويه؟ صح انا شفتك بتروح للنادي، انت عايز تتضرب شكلك ولا ايه؟ فبقول لهم لا مش دوت السبب، وساعتها بيوقعوا حقيبته وبياخدوا الشهاده بتاعته. ايه ده انت بقيت ملاكم محترف؟ احنا هنخاف ولا ايه؟ احنا مش محتاجين ان احنا نخاف من واحد زي دوت. ابو بيكون عايز يضربه. ايه ده انتوا عايزين تضربوني ولا ايه؟ بيهجموا عليه وبيقدر ان هو يتفادى هجماتهم يا صديقي، وبياخد حرفيا البطاقه في لمح البصه، وبيقول لهم انا دخلت نادي الملاكمه وبقيت ملاكم محترف عشان اتخانق مع بلطجيه زيكم، وبيسيبهم وبيمشي مستغربين. هو ده حلم؟ مش دوت الواد اللي كنا بنضربه فيه؟ ايه ده ما عداش بس غير نص سنه وقابل تاكامورا لما حمى عنه ودخل معاه النادي. وبعد كده بنشوف ابو يا صديقي قاعد كده مقرفص بيقول انا لازم نبذل قصارى جهدي. وبعد كده بيروح على النادي وبيبدا ان هو يتمرن، وبيلاقي تاكامورا وراه. انت بتعمل ايه؟ تاكامورا بيقول له الرجاله اللي بيستعدوا للمباراه الجايه على فكره دول ناس اغرب الاطوار. ابو بيقول له تاكامورا انا بتحداك. ايه ده انت عايز تتحداني؟ مش عندك اي فرصه، مش لازم تستسلم قبل المحاوله. وابو بيبدا ان هو يضرب ضربه في الكيس دوت وهو هنا ضربه من الكيس دوت، ولكن يا صديقي تاكامورا في مستوى بعيد تماما. وساعتها الصحفي بيجي له بيقول لك يا ابو انا معايا فيديو عايز اوريهولك للمباراه بتاعت ميناتا، وفعلا بيبدا ان هو يوريهم. حرفيا ميناتا بضربه واحده بيقدر ان هو يهزم الخصم في دقيقه او 30 ثانيه، مش تقدر تهزمه يا ابو. بقول له مش دوت بس اللي انا عايز اوريهولك، في فيديو تاني للشخص يا صديقي اللي كان بيتحدى، وده بالمناسبه بيكون اسمه ميتشي، وفعلا بيقدر ان هو يهزم خصمه. وساعتها ابو بيقول انا هرجع للتمرين، فعلى طول تاكامورا بيقوم يضربه. انا بحسدك. الصحفي بيقول له على فكره صح ميناتا وميشكي هما الاثنين تجاوزوا حرفيا ان هم يكونوا ملاكمين مبتدئين، وفوق كل دوت برضه ابو مش سهل، هو مدهش جدا. وبعد كده بنشوف ابو هو برضه بيفكر في ميكتشي، وساعتها المدرب بينادي عليه في ايه؟ تم تحديد المباراه اللي انت هتاخدها الجايه، اسم خصمك هو، فاضطر ايه اللي هيحصل بس كده.